ومن هذا مما يناقض التوحيد علم التنجيم والأبراج، وهذا منتشر أيضا، بل قد تفتح له قنوات فضائيات في عالم أهل الإسلام. النجوم ليس عندها علم بما سيكون. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فأهل الحظ وأهل الطوالع إنما هم سحرة دجاجلة، لو قلبت عليهم النحس كما يزعمون لأصبت كما يصيبون. هم خراصون أفاكون، إنما علمهم بما تنزلت عليهم الشياطين. تنزلوا على كل أفاك أثيم، يبقون السمع وأكثرهم كاذبون وأكثرهم الكاذبون. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين.